لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا يا رب، اللهم امين. حبايب قلبي، زي ما انتم شايفين كده احنا هنعمل كوارع ان شاء الله، اللي هي الرجلين بتاعت الأضحية اللي بتتذبح او اللحمة من عند الجزار. طبعا كلكم عارفين الرجلين اللي هي بتاعت العزبة وكده. زي ما انتم شايفين دي رجل. طبعا مش زي اللي بتتباع في الاماكن اللي هي احنا ارياف وهي بتتكسر كده زي ما انا وريتها لكم كده بالظبط، بس نضيفه جدا. وكل اللي هحتاجه بصلايه وثلاث حبات من القرنفل واربع فصوص حبهان ورق لوري وحبايه طماطمه وكبابه صيني يجي 3 وحدات كده او 4. ومعايا هنا الميه دي كانت هتغلي. هنزل بالبصل والطماطمايه وحتتين من القرفه وورق اللوري كده زي ما انتم شايفين. وهنا بوريكم الحبهان والكباب الصيني والقرنفل. عايزه اقول لكم بيخلي ريحه الشوربه جميله جدا شويه الحاجات اللي انا حطيتهم دول. وجزرايه كنت هنساها. بصوا بقى الرجل دي انا غسلتها ازاي. حطيتها في ميه وليمون ودقيق. بصوا عايزه اقول لكم بتحش الزفاره خالص، بتنقعيها شويه فيها وبعد كده بتغسليها بتبقى جميله جدا. وزي ما انتوا شايفين كده بقى هسيبها اللي هو بتقلب، بس انا مهديه النار تحتيها اللي هو ما تعليش علشان الشوربه هتقل وهي ما هتكونش طابت. هي عامه ما بتاخدش وقت خالص وزي ما انتوا شايفين كده. وما حطيتش ملح لما اتاكدت ان هي استوت. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله شكلها بصوا جميل جدا. وبتمنى ان انتوا تجربوها. طريقتي دي طريقه بسيطه خالص وعاديه، في طرق تانية كتير. وما تنسانيش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس للكل. مع السلامة وكل سنة وانتم طيبين.